شادي، مش عارف اذاكر. حاسس ان انا مخنوق متضايق، لسه ما ذاكرتش وحاسس ان الامتحانات قربت. اعمل ايه؟ الدنيا الزمن بيجري وانا لسه زمانة، مش عارف اعمل حاجة. الحكاية بسيطة. فين اللي بسيطة يا شادي؟ كل ده وبسيطة؟ انا بقول لك لسه ما عرفتش حاجة، وكل ما احل في الشوامل انقص كتير. ايه السبب وليه كل ده؟ والله الحكاية سهلة. طب ايه يا شادي وليه؟ اولا شوف اخطائك. نومك، بتنام متأخر تصحى متأخر. لما تنام مرة بدري واصحى الفجر عادي. اصحى الفجر ابدأ بالصعب عادي برضو، حاجة عادية. ابدأ بالصعب، لا تصحى بعدين تبدأ بالسهل. وقبل ما تبدأ بالصعب قول دعاء المذاكرة. طب انا يا شادي مش عارف ونفسي مفروض المذاكرة. حاول ولو حتى 10 دقايق. حاول يا باشا. هتقف ليه؟ انت هتقف ليه؟ ايه السبب ان يخليك تقف؟ ما توقفش، كمل. حتى لو 10 دقايق 5 دقايق يا عم. غير المكان اللي انت بتعمل فيه. اعمل تقليد بمودور وذاكر 25 دقيقة. ما عرفتش تذاكر 10 دقايق عادي، اقعد 5 دقايق كمل 10 دقايق، اقعد 5 دقايق كمل 10 دقايق. كمل كده لو ده اللي هيريحك، بس ما تقفش خالص. استمر حتى ولو ربع ساعة عادي. كمل، ما تقولش انا مش قادر. قول انا ان شاء الله هوصل، انا ان شاء الله هعمل. ما تبقاش متشائم، خليك متفائل دايما. دايما التفاؤل في وشك. ما تبقاش شخص كاره الحياة، لا بالعكس. كن محب للحياة، محب لدراستك. محدش هيذاكر كده بحب، لا لازم تذاكر عشان تنجح. وفي اللي بيذاكر عشان يبقى حاجة مش شرط عشانه، عشان ابوه وامه ولنفسه كمان. بس افتكر لحظة السعادة اللي ابوك وامك هيكونوا فيها لما تنجح. والناس اللي حواليك اللي كانوا بيقولوا ده هينجح، يا نهار ابيض، خليهم يتكلموا عنك. اشمعنى دلوقتي انا مش قادر وكل الناس عليا ومعرفش ايه؟ فين؟ امتى؟ اظهر ورينا نفسك. ذاكر مع نفسك، اجتهد. ما تبقاش عبد عند نفسك. ربنا خلق لنا كل حاجة، سخرها لنا، احنا اللي نعمل في نفسنا. حتى كان دعاء ولا تكلني الا نفسي طرفة عين. يا رب لا تكلني الا نفسي طرفة عين. قل امين. واكتب لي بقى في التعليقات امتى كنت او ما زلت مش عارف تذاكر ليه، او ايه اللي منعك عن المذاكرة، او ايه اللي تعبك، او ايه اللي مش مخليك تعرف تذاكر. اكتب لي كل ده في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك. كان معكم مشاري جمال. ما تنساش انك تشترك في القناة او انك تتابعني لو المحتوى ده عجبك، وتفعل زر الجرس، وكمان اللايك جميل منك. كان معكم مشاري جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.